بإمكانك تطلب من برامج الذكاء الصناعي إنهم يوصلوك لهدف معين عن طريق إنه الذكاء الصناعي بين قوسين يحقق معك أو يسألك أسئلة أو يستجوبك بناء على تسلسل منطقي بالنسبة للذكاء الصناعي. خلينا اليوم نحكي عن طالب خلص التوجيهي وجاب معدل مثلا 85 في الفرع العلمي ومش عارف يختار تخصصه وبده الذكاء الصناعي يساعده. فبدل ما نطلب من الذكاء الصناعي يعرض لنا تخصصات في مجالات معينة، نطلب منه بنقول له أنت خبير في اختيار التخصصات الجامعية في فلسطين وأنا طالب زي ما احنا شايفين في البرومبت. قلت له انا طالب خلصت المرحله الفلانيه وساعدني باختيار تخصصي او بوصول لتخصص يناسبني عن طريق سؤالي سؤال تلو الاخر. بهاي الحاله لما تعطيه هذا الامر بتقول له انت اسالني سؤال تلو الاخر، هو بيفهم انه هو اللي راح يبلش يعني نوع من انه يستجوبك وياخذ منك معلومات عن شخصيتك، عن المواد اللي بتحبها وما الى ذلك. الذكاء الصناعي زي ما شفنا بالفيديو يسألك عدة أسئلة ويتسلسل معك بشكل منطقي حسب معلومات موجودة عنده، راح يقترح عليك أسماء تخصصات. هي التخصصات هو عنده معلومات كافية وافية عنها، بإمكانك طبعا تسأله أكثر من مرة، تتدرج معه في أكثر من تحقيق، يعني تخليه يحقق معك أكثر من مرة حتى تصل لنتيجة بتناسبك. أتمنى لكم التوفيق، تابعوني أنا شعيب زاهد.